طيب، جانب الافلام المستقله عموما بيمثل جزء مش قليل من مشاهداتي ببساطه، لان الافلام دي بتبقى في العاده مليانه افكار كتير جدا وبتوجه عقلي للبحث والتدوير ورا الاسئله اللي بطلع بيها من كل فيلم. وكنبذه مختصره عن ايه هي الافلام المستقله، فهي بتبقى افلام مش بتستهدف الجانب التجاري او الربح المادي بشكل كبير، وبالتالي بتبقى ميزانياتها مش ضخمه قوي، وفي نفس الوقت بيبقى صناعها عندهم حريه كبيره في عرض افكارهم بدون الحدود اللي بتفرض في العاده على الافلام التجاريه. ومن اهم المميزات اللي بحصل عليها مع مشاهداتي للافلام دي هي انه بيبقى عندي فرصه اطلع على ثقافه بلاد عمري في حياتي ما هزورها. ولو السينما العربيه انتاجاتها ضعيفه الجوده في معظم الاوقات على المستوى التجاري، فجانب الافلام المستقله فيها مش بيفتقر للجوده ابدا. وكان عندنا السنه اللي فاتت مثلا افلام مهمه زي الفيلم السوداني الرائع وداعا جوليا، والفيلم التونسي المدهش والمؤثر بنات ألفا. وفي العاده ببعد ان اتكلم عن الافلام دي لاني مدرك انها مش مستساغه قوي لمعظم الناس على مستوى تجربه المشاهده، ودي نقطه سهله قوي تخطيها في الفيلم اللي انا بقول المقدمه الطويله ديت علشان اتكلم عنه. خلينا في الفيديو ده نتكلم عن الفيلم الفرنسي الجزائري 6 feet over، او باسمه العربي ما فوق الضريح. فكالعاده الاول اهلا بيك، انا محمود، ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. Good evening, ladies and gentlemen. فيلم ما فوق الضريح هو فيلم فرنسي جزائري بيحكي عن شاب من أصول جزائرية اسمه سفيان، بيعيش حياته كلها بيتنقل بين دول مختلفة نظرا لوظيفة والده كدبلوماسي جزائري، لحد ما بيستقر في فرنسا بشكل بيفقد سفيان هويته لدرجة إنه بينكر تماما أي ارتباط ليه بأصوله العربية أو الإسلامية. وبتبدأ رحلتنا لما بيواجه بطلنا خطر الترحيل من فرنسا للجزائر، ويبقى الحل الوحيد قدامه إنه يلاقي شغل في فرنسا علشان يفضل فيها. فبتسوق الأقدار إنه يشتغل في دار دفن إسلامية مهمتها هي تغسيل وتكفين الموتى المسلمين الموجودين في فرنسا. أول ما سمعت عن فيلم ما فوق الضريح فكرته شدتني جدا، والفضول زاد عندي إن أعرف إزاي ممكن يتم التعامل مع فكرة بالعبقرية دي، بكم الرسائل اللي ممكن مخرج الفيلم يضطر إنه يتعامل معاها أثناء سرده للرحلة. زي ما قلت، ما فوق الضريح بينتمي لفئات الأفلام المستقلة، لكن ده مش معناه انه صعب مشاهدته ابدا او ممكن يكون في اي شبهه من شبهات الملل اطلاقا. بيختار مخرج الفيلم كريم بن صلاح، وده يعتبر اول فيلم طويل في مسيرته انه يحكي القصه ديت بشكل بسيط جدا واقرب للمباشره كمان، يمكن لرغبته في انه كل معاني القصه ورسائلها توصل باوضح شكل ممكن. قصه الفيلم اللي على الرغم من اتفاجئت انها بسيطه جدا، الا ان جوده كتابتها بتخليها مؤثره وسهل التعلق بتفاصيلها، خصوصا لاي شاب ممكن ان هو يتفرج عليها. بشكل عام بشوف انه احنا كشباب الزمن اللي بنعيش فيه على الرغم من تطوره وتقدمه، لكنه كمان من بدري قوي بيخلق جوانا كتير صراعات متعلقه بفكره انا مين وعايز حياتي تمشي ازاي. مقتنع تماما انه معايير النجاح في الفتره اللي بنعيش فيها دي معقده جدا، وصعب توصل لخلطه معينه لو مشيت عليها تقدر توصل له. كلنا عايزين نبقى اشخاص مميزين في العالم ونلاقي السلام الداخلي اللي ممكن يضمن لحياتنا الاستقرار، وفي سبيل الوصول للسلام ده فكلنا بنمر بمرحله عنوانها اللخبطه، الارتباك، والعند والتمرد، ودي المرحله اللي بنلاقي بطلنا عليها في اول الفيلم. لكن ضيف على كم التعقيدات دي فكره فقدانه لهويه محدده يتمسك بيها. سفيان اللي بيربطه باصوله العربيه كلام مكتوب على ورق، طول حياته البسيطه ما حصلش على اي نوع من انواع الاستقرار، كونه بيتنقل بين دول كتير. في ظل انبهاره بجنون الحياة في الدول دي بيمتنع عن الكلام بالعربي تماما وبيفضل أي لغة تانية عليها، ولما بيتسأل أنت منين بيسرد كل الدول اللي عاش فيها من غير هوية واحدة بتحدده. بنوصل لبطلنا وهو بيعاني من وفاة أمه والجاب الكبير في علاقته بأبوه، مش بنشوف له أي أصحاب أكتر من علاقات عابرة بتنتهي مع طلوع الشمس. وفي وسط ده كله بيصحى علشان يصطدم بالواقع بفكرة خروجه من مرحلة التشتت دي لمرحلة المسؤولية اللي بتلقى عليه بأنه مضطر يلاقي شغل علشان يحافظ على مكانه. باختصار شخصية سفيان هي الشخصية اللي مش قادرة تحس إنها من أهل المكان اللي بتعيش فيه على الرغم من المحاولات المستميتة لتحقيق ده، وفي نفس الوقت مش قادر يلاقي الفرصة في فهم هويته الأصلية أو إنه يحاول التمسك بيها. بسهولة الفيلم عرف يشدني من أول فصل التقديم بالمعضلة اللي بيستعرضها ومدى روعة كتابة الشخصية وقرب مشاكلها من الواقع. لكن هو مش بس بيقف عند شخصية مكتوبة حلو، هو بيكمل علشان يحط سفيان في مواجهة هويته بأكتر شكل عميق وصادم ممكن، من خلال تجربة التعامل مع الأموات من جهة، ومن خلال ما يشبه الرسول اللي بيرسل ليه من جهة تانية، والمتمثل في شخصية الحج واللي مش بنعرف عنه كتير. حرفيا احنا مش بنعرف عنه اسمه، هو بس بيلقب بالحج،
واللي بصمته وطباعه الكئيبة بيتحول للقدوة المفتقدة في حياة بطلنا علشان يبدأ يعيش الحياة بمنظوره. وهنا نلاقي نفسنا قدام رحلة التغيير. مرحلة التغيير اللي بيوصل ليها الفيلم هي السبب الأساسي في انبهاري بيه، لأن الفيلم فاقد جدا لنقطة التحول. ما عندوش جزء البطل فيه بيتحول من شخص تايه لشخص عارف طريقه فين. بالعكس، بشوية تفكير ممكن المرحلة دي تكون تسببت في توهانه أكتر، لكنها بشكل ما بتخليه أكتر اتزان. ببساطة لأن ده الواقع، مستحيل شخصيتنا تتحول في فترة قصيرة مهما كانت الصعوبات اللي بتميز الفترة دي لشخصية جديدة. وده راجع للظروف المحيطة بيه، واللي على أفضل الأحوال هتخليه يحاول يتأقلم أو إنه يلاقي طريق وسط يتحرك فيه بين تخلصه من العناد وبداية إعادة ترتيب أوراقه، وبين كل حاجة تأثر بيها على مدار سنين عمره. وهنا ده جمال الواقعية اللي بيلتزم بيها كريم بن صلاح في حكاية قصته بطريقة بتبعده تماما عن أي شكل من أشكال الرومانسية الكذابة أو المواعظ والحكم المباشرة. احنا بنوصل لبطلنا وهو بيحاول يلاقي نفسه، وبنسيبه وهو بيحاول يلاقي النضج اللي هيحافظ بيه على التوازن اللي وجده في حياته. حبيت جدا فكرة ان بطلنا ما كانش في الاساس مفتقد اي شيء في حياته، ما كانش حاسس بوجود اي عيب فيه، بل مقتنع ان العيب موجود في كل اللي حواليه. بيتدارى من مواجهة نفسه في تقصير ابوه وافتقاره للقدرة على اتخاذ قرار، او عنصرية الجامعة اللي بيفصل منها. ورحلة حتمية المواجهة مع نفسه بتبدأ مع فكرة احتكاكه بالاموات اللي بيضطر انه يتعامل معاهم. الاموات اللي بينتهي بيهم الامر بجثث غريبه في مكان غريب، واللي بيقلل من غربتهم دي هي حتميه وجود مرجع يقدروا يرجعوا ليه، مرجع متمثل في بلد ودين بيعتبر خلاصهم الوحيد. عجبني قوي فكره طرح الفيلم لاشكال العرب والمسلمين لما بيحتم عليهم التعامل مع بيئات مختلفه واماكن غريبه عنهم، ويمثلهم الفيلم في 3 فئات: بين اللي بيعافر علشان يحافظ على عدم ضياع هويته بشخصيه مراد، وبين اللي بيفقدها في ظل زحمه الحياه بشخصيه سفيان بطلنا، وبين اللي بيخلق لنفسه عالمه الخاص والحدود اللي بيها بيحاول يحافظ على كيانه بشخصيه الحاج. وطبعا لتوصيل كم المشاعر دي لازم يكون التمثيل رائع. استمتعت جدا باداء حمزه النزياني في دور سفيان، اللي بسهوله متمشيه مع بساطه وهدوء الفيلم عرف يوصل الصراع اللي بيعيشه بطلنا، بالمشاركه مع قدير عفاك اللي بيقدم اداء متمكن جدا لشخصيه مؤثره وما عندهاش حوارات كتير، بس بادائه عرف يخليني اتواصل معاه بسهوله. عموما فيلم ما فوق الضريح او 6 feet over كان مفاجاه حلوه جدا بالنسبه لي، وتجربه ممتعه وشعريه، واكيد يستحق المشاهده، واصبح دلوقتي متوفر على نتفليكس، وتقييمي للفيلم هو 9 من 10. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا. شاركوني برايكم عن الفيلم لو شفتوه، واكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات للافلام اللي بشوفها. انا محمود، وسلام.